قصه حياة نعمة مختار. من الوهلة الأولى لا يمكن أن تتخيل أن منطقة المرج الجديدة، تلك المنطقة المبعثرة الملامح، تضم أثرا تاريخيا رفيع المستوى لإحدى أميرات أسرة محمد على الأميرة نعمة مختار، فهي أخت الملك فؤاد وعمة الملك فاروق. فبين تلال القمامة وجثث الحيوانات النافقة وسور متهدم مشوه تظهر ملامح مشوهة لقصر من العهد الملكي بنى بأفخم تحف الزخرفة الفنية التي لا تزال الأراضي وجدران القصر من الداخل تحديدا بالأسقف تحتفظ بظل طفيف لتلك الرسومات، ولكن تحول كل ذلك لوكر للمدمنين وقطاع الطرق، وأصبح مركزا رئيسيا لممارسه الأعمال الشاذة، نظرا لأن ارتفاع سور القصر لا يتعدى المتر و2.0، مما يسهل دخول أي شخص في أي وقت، حسبما أكد لبيب فهيم ميخائيل أحد أهالي الحي. تسيطر حالة من الرعب والفزع على أهالي المنطقة على مدار اليوم خوفا على أنفسهم وأبنائهم من حوادث السرقة المتكررة أو تعرض فتياتهم لأي مضايقات، فضلا عن وقوعهم فريسة سهله للإصابة بأخطر الأمراض بفعل تلال القمامة المحيطة بداخل وخارج القصر. رصد اليوم 7 ما تبقى من هذا التحفة المعمارية الذي يبعد مسافة 15 دقيقة من محطة المرج الجديدة، حيث تظهر على القصر علامات الشيخوخة، فالتصدعات ضربت الجدران بسبب الإهمال والعوامل الجوية بخلاف النوافذ والأبواب التي تم تكسيرها، بعضها مربوط بالسلاسل الحديدية في محاولة لمنع اللصوص من دخوله. للقصر 3 مداخل مطلة على الحديقة الأول على بجانب الشارع الرئيسي والذي تحول لجراج العربات التوك توك والنصف نقل وعربات الكارو، أما الثاني فهو عبارة عن بوابة من الحديد الصدأة يغلقها قفل حديدي يسهل على أي طفل صغير اختراقه وفتكه في 5 ثوان. والبوابة الثالثة فهي عبارة عن جزء جديد متهدم من الصور المحيط بالقصر بالجزء الخلفي بجوار مجمع المدارس الذي تم إنشاؤه عام 2006 على جزء من أراضي حديقة القصر. وتقول الحاج فاطمة محمد إبراهيم المرأة الخمسينية التي سهلت علينا دخولنا للقصر، خاصة لمعرفتها بحارس المكان الذي حاول منعنا بالبداية، إن أكثر معاناتهم لا تتمثل فقط في تلال القمامة وما قد تسببه من أمراض لهم ولأطفالهم، ولا في تكرار عمليات حرائق تلك القمامة بداخل أو خارج القصر، بل فيما يحدث في القصر مساء من تحول ساحاته لتجمع للخارجين عن القانون. توفيت في 9 نوفمبر 1989 بعمر 57 سنة. مع أن الراقصة والممثلة والمغنية والمطربة التي اشتهرت باسم نعمة مختار منذ خمسينات حتى منتصف سبعينات القرن الماضي، والمولودة باسم نعيمة عبده محمد في 16 نوفمبر 1932 بالإسكندرية، لا تزال على قيد الحياة للآن، وقد أصبح عمرها 90 عاما. وأكثر من يؤكد وجودها الحي هو المنتج الفني عمرو الصيفي، ابن الفنانة الراحلة زهرة العلا، والذي نشر أمس الأحد 4 صورا قديمة لها مع رسالة قرأتها العربية في حسابه الفيسبوكي، وسبق أن أتى موقع البوابة على خبرها، وفيه أن المنتج هنأها السبت بحلول عيد الأضحى المبارك كدليل بأنها على قيد الحياة، ثم عبر عن أسفه لاستمرار الإنترنت بتكرار أهم معلومة خاطئة بشأنها، وهي وفاتها غير الصحيحة، والتي تتكرر في مقاطع فيديو بالعشرات عن سيرتها، ومنها المعروض أدناه.